كل واحد فينا بيبقى ليه ناس عزيزة عليه، لكن في نفس الوقت من أكتر الحقائق الثابتة في حياتنا واللي مش ممكن نغيرها هي الموت. فيا ترى لو حد عزيز جدا عليك توفاه الله، هيكون إيه شعورك؟ هل هتتقبل قضاء الله، ولا هتخلي الحزن يتمكن منك ويوصلك إنك تعمل حاجات غريبة بعيدة عن الواقع؟ أهلا بكم، أنا شادي سلامة، والنهاردة معادنا مع قصة رعب جديدة حدثت بالفعل. جهز نفسك، طفي الأنوار كلها وهيئ الجو، ويلا بينا نبدأ. في البداية حابب أنوه إن قصتنا حقيقية وحصلت فعلا في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. القصة بتبدأ يوم 27 فبراير سنة 1994 لما شرطة الولاية بيجيلها اتصال مجهول، ولما بيرفعوا السماعة الخط بيكون مفتوح لكن محدش بيرد. والموضوع اتكرر كذا مرة، وفي كل مرة المتصل كان بيرن، وأول ما يرفعوا السماعة مفيش أي استجابة. بسرعة الشرطة بتتحرك وبتحدد مكان الاتصال، واللي بيكون مصدره بيت عايشة فيه واحدة ست اسمها أوليفيا مابل. كانت عايشة لوحدها في البيت بعد ما ابنها الصغير مات وجوزها سابها ومشي. ونقف لحد هنا وخلونا نرجع بالزمن 4 سنين ورا، وبالتحديد سنة 1990. كانت أوليفيا عايشة في سعادة هي وجوزها وابنها زي أي أسرة، لحد ما في يوم من الأيام بيجيلها خبر إن ابنها الصغير لقيوه غرقان في بركة من البرك. الدنيا كلها اسودت في عيون أوليفيا، ودخلت في حالة اكتئاب حادة جدا، وسابت شغلها وكانت رافضة تخرج أو تقابل الناس، وانعزلت في بيتها وما كانتش بتتكلم، وقاعدة طول الوقت بتقلب في حاجات ابنها وهي بتعيط وبتصرخ بصوت عالي. ولما جوزها شاف الوضع ده ما قدرش يستحمل، فقرر يمشي ويسيب لها البيت، وراح اتجوز عليها واحدة تانية. وفضلت أوليفيا على الحال ده لسنين، لا بتخرج من بيتها ولا بتقابل حد ولا حد عارف عنها أي حاجة. نرجع بقى تاني لسنة 94. الشرطة بتوصل لبيت أوليفيا، مصدر الاتصال اللي جالهم. بيخبطوا على الباب لكن محدش بيفتح، بيفضلوا يخبطوا بكل قوة لكن مفيش أي استجابة. فبتقرر الشرطة تكسر الباب، ولما بتدخل البيت لوهلة بيحسوا إنهم دخلوا بيت مهجور بقاله سنين ومحدش عايش فيه. عفش البيت كله متغطي بالتراب والغبار، وخيوط العناكب مغزولة في كل ركن من أركان البيت. بتبدأ الشرطة تفتش البيت كله، لكن لما بيفتحوا أوضة من الأوض هنا بتكون الصدمة. بيلاقوا جثة أوليفيا قاعدة على كرسي هزاز، وقدامها مسبح صغير. والمسبح هو قطعة مربعة من الخشب أو الحجارة بتبقى موجودة في الكنايس. وفوق المسبح كانت موجودة حاجات كتير تخص ابنها، صور ورسايل وزهور وشموع، وكمان حفنة رماد من جثته. وبيلاقوا ورقة ملزوقة على المسبح وفيها كلام مكتوب بلغة غريبة تشبه اللغات القديمة المندثرة. وأوليفيا بتكون ماسكة في إيديها عروسة خشب شكلها غريب ومرعب جدا، وبتكون ملبساها ملابس ابنها. وبتلاحظ الشرطة إن الأوضة اللي لقوا فيها الجثة نظيفة ومترتبة عكس باقي البيت، فبيعرفوا إنها كانت أوضة ابنها. لكن الحاجات الغريبة ما وقفتش لحد هنا. الشرطة بتلاقي رسالة مكتوبة بخط أوليفيا، وبتتكلم فيها عن مخلوق أو كيان غامض بيلحقها وبيزعجها، وإن في أمور كتير بتحصل في البيت خرجت عن سيطرتها. والمرعب إن تاريخ الرسالة كان نفس تاريخ اليوم اللي الشرطة اقتحمت فيه البيت واكتشفوا جثة أوليفيا. لكن بعد تشريح الجثة الطب الشرعي أكد للشرطة إن أوليفيا ميتة قبل اقتحام البيت بأيام. الموضوع كان غريب جدا وفي حاجة مش مفهومة، والشرطة كانت بتحاول تفسر الأمر. لكن لما سألوا الضباط اللي اقتحموا البيت عن الواقعة أكدوا إنهم من ساعة ما كسروا الباب ودخلوا حسوا بعدم ارتياح. ورغم إن البيت كان فاضي لكنهم حسوا إن في حاجة بتراقبهم، وإن المكان فيه نشاط غريب، لدرجة إنهم طلبوا الاستعانة بخبير في الظواهر الخارقة. لكن هنا فضل السؤال بدون إجابة. يا ترى إيه اللي حصل لأوليفيا؟ وإيه سر المسبح والكلمات الغريبة والرسالة اللي كتبتها بخط إيديها؟ وبعد تحقيق شامل في القضية بتتقفل وتتأيد ضد مجهول من غير ما تعلن الشرطة عن سبب الوفاة. لكن المدينة كلها كانت بتتكلم في الموضوع، وكانوا عايزين يعرفوا إيه سبب موتها بالشكل المخيف ده. وانتشر كلام إن سبب موتها هي إنها كانت بتعمل جلسات لتحضير الأرواح وطقوس غريبة علشان تتواصل مع ابنها المتوفي، لكنها غلطت واستدعت كيان شيطاني اتسبب في هلاكها. وده اللي أكده خبير في الظواهر الخارقة يقرب لضابط من الضباط اللي اقتحموا البيت.
واللي قال إن وجود مسبح في البيت ده شيء مش عادي، ومعناه إن في طقوس وثنية تمت عليه، وخصوصا مع وجود ظهور وكلمات بلغات غريبة موجودة على المسبح. كل الحاجات دي دليل على إن أوليفيا مارست طقوس وثنية علشان تتواصل مع ابنها من خلال عالم الأرواح. والمفسرين ساعتها قالوا إن أوليفيا بالطقوس دي جلبت كيان اسمه كيان التلبة، وده عبارة عن كيان خيالي بيتولد في عقل الشخص، وبيتعامل الشخص معاه على إنه حقيقي، وبيديله اسم وشكل. بعدها بيبدأ الكيان ده يتحرر شوية شوية لحد ما بيتحول لكيان منفصل، وبيخرج عن سيطرة الشخص وبيدمر أي حاجة قدامه. وده بيفسر الاتصال الغامض اللي جه للشرطة من البيت رغم إن أوليفيا كانت ميتة من أيام، وكمان الرسالة اللي كانت بنفس تاريخ اليوم اللي اكتشفوا فيه الجثة. فيا ترى هل الكيان الشيطاني هو المتسبب في كل ده؟ المهم بعدها البيت بيتقفل ومحدش بيسكن فيه، وابتدت تدور حواليه قصص مرعبة جدا، كلها بتأكد انه مسكون بكل انواع الجن والارواح الشريرة، وما كانش حد بيقرب اصلا من المنطقة اللي موجود فيها. وفضل الحال كما هو عليه لحد سنة 2005 لما جه واحد من ورثة البيت وقرر انه يفتحه من جديد، وجاب معاه واحد من المتخصصين في الظواهر الخارقة علشان يكشف عن البيت. لكن الراجل المتخصص أول ما دخل البيت بيحكي ويقول إنه دخل أماكن مسكونة كتير قبل كده بحكم شغله، لكنه عمره ما حس بنفس الطاقة السلبية المخيفة اللي موجودة في البيت ده. وبيكمل ويقول إنه أثناء ما كان في البيت كان حاسس إنه بياخد نفسه بالعافية، وضربات قلبه زايدة بشكل كبير، وإن كل ركن في البيت موجود فيه نشاط قوي جدا للأرواح الشريرة. وساعتها قال للوريث صاحب البيت إنهم لازم يخرجوا من البيت ده في أسرع وقت بسبب الطاقة العجيبة اللي جواه، وإنه مش هيقدر يعمل له أي حاجة. وبيتقفل البيت مرة تانية ولحد النهاردة. لكن بتفضل قصة أوليفيا واللي حصل معاها لغز محير جدا لحد يومنا ده وملوش أي تفسير. ولحد هنا بتنتهي قصتنا. لو الفيديو عجبك أتمنى إنك تدعمنا بلايك وتشترك في القناة علشان تشجعنا على الاستمرار، وتدوس على زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وطبعا تسيب لي رأيك في الكومنتات. واستنونا الفيديو الجاي وقصة رعب جديدة. أشوفكم على خير.